لازم نذاكر. تتكلم زي بابا، لازم نذاكر. ايه سخافه ان انت ما تذاكرش؟ انت ما وراكش في الدنيا حاجه غير حاجتين: تذاكر وتعبد ربنا. في حاجه ثانيه؟ شغلتك كده بس. حتى لو بتعكس بنسجل، دي حاجات هوايات، لكن انت اساسا بتذاكر وبس، دي شغلتك. فاذا اتعودت ما تعملش شغلتك فده دلاله فشل بقيه العمر، لان انت بعد شويه هتبقى امتياز لو طلعت بالسنه. فلما بقيت امتياز بقى عندك نبطشيات وعندك مسؤوليات وعندك حاجه ما تعملهاش. ما انت اتعودت المطلوب منك ما بتعملوش. بعد شويه بقيت نايم، عليك ماجستير ما بتذاكرش. عياده بتطنش في المروحه. اتجوزت، عليك غسيل مواعين وتعريق ستاير وتنظيف النجف ما بتعملوش. بترضع العيال ما بترضعهمش. فعايز اقول يا حبايبي، مهمه قوي الانسان في حياته دايما يبقى عارف انا مطلوب مني ايه النهارده، ودي مسؤوليتك.